تعملي فطير شرقي لكن ما عندكيش ولا وقت ولا مجهود علشان تعجني، تعالي بقى لما اقولك ازاي نعمل فطير شرقي من غير ولا عجن ولا ياخد منك ولا وقت ولا مجهود. وبجد كان حكاية. وبصوا التوريقة من جوه، شايفين منظر الفطيرة ازاي؟ يا ستي رايحة فين؟ تعالي كده. ايوه شايفين المنظر؟ بجد كان تحفة تحفة. تعالوا بقى لما نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا لفتين جلاش. انا علشان عايزه اعمل صينيتين، لكن لو هتعملي صينيه واحده استخدمي لفه واحده. الخليط اللي هندهن بيه ورق الجلاش، معايا كوبايه كبيره من الزبادي، كوبايه كبيره من السمنه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وربع كوبايه من اللبن. ونقلب الكلام ده كله لغايه ما نوصل للقوام الحلو ده. شايفين ازاي البيكنج باودر كان اتفاعل مع السمنه واللبن. بعد كده بدهن الصينيه بتاعتي كويس بالسمنه، وبعد كده بننزل بالورق الجلاش. بنزل الاول بورقتين وبعد كده ادهنها كويس من الخليط اللي انا حضرته. واهم حاجة في الوصفة دي ان ندهن الورق كويس. بعد كده هنزل بورقتين تانيين وبرضو ندهنهم. بعد كده هنزل بورقتين تانيين ويلا بقى ننزل بالحشو. يعني انا حطيت نص لفة الجلاش من تحت 6 ورقات، والنص التاني احطه من فوق 6 ورقات. بعد كده هنا الحشو هنحط جبنة شيدر مدخنة وجبنة رومي، وهنحط سلامي، وبعد كده فلفل الوان وزيتون. بصي الحشو ده ذوقك واختيارك، وشوفي اللي انت بتحبيه واعمليه. ممكن تحطي سجق، ممكن تحطي لحمه مفرومه، شوفي اللي انت بتحبيه واعمليه. بعد كده حطيت جبنه موتزاريلا، وبعد كده هعمل نفس اللي عملته من تحت الحشو هعمله من فوق برضو. ورقتين وندهن، ورقتين وندهن لغايه ما نخلص لفه الجلاش. بعد كده هنا هلم الاطراف زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو ندهنها كويس. واخر ورقة دي باخدها كده وبفضل ادخلها تحت الورق كله علشان اضمن ان الحشو جوه مش هيطلع معايا، ويبقى شكل برضو المنظر يبقى حلو يعني. وبرضو هندهن وش الفطيرة برضو بالخليط اللي عملناه مع بعض. وفي الوقت ده طبعا بنكون مسخنين الفرن على درجة عالية طبعا علشان خاطر الصينية دي تدخل على طول على الفرن. ويلا بينا على الفرن. تعالوا نشوف الصينية التانية بقى هنحشيها ايه. برضو مشكل جبن مع البسطرمة. فاكرين البسطرمة اللي عملناها مع بعض؟ بجد يا جماعة اللي معملش وصفة البسطرمة دي فايته كتير. ارجعوا للفيديوهات القديمة وشوفوا الطريقة، بجد هتعجبكم جدا. هنا برضو نزلت فلفل الوان وشوية موتزاريلا، وهعمل نفس الكلام اللي عملته في الصينية اللي قبل كده، بس هنا حطيت قشطة على الوش كده علشان تدي طعم برضو للوش الفطيرة، او اللي هو قشطة دي اللي هي وش اللبن يعني. وبرضو يلا بينا على الفرن. شايفين المنظر بعد ما طلعت من الفرن؟ بجد حكاية، وبجد كانت طعمها في غاية الروعة. تشوفوا بقى من جوه كمان بجد تحفة. ودي الفطيرة التانية. اهم حاجة لما تطلعوها غطوها برضو علشان خاطر وشها يطرى. بجد يلا بقى نشوف بقى ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بجد يا جماعة وصفة جميلة جدا، جربوها ومش هتندموا.